وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وبداية جديدة ويلا بينا. كان أديلي بصراحة فترة يعني طول الأجازة غالبا مش يعني اللي هو صلاة الفجر معايا مش ظبط خالص، واللي هو أصحى يوم وأنام يومين وأنام يوم وأصحى يومين، واللي هو مش ماشية خالص يعني. بس اللي هو لما جيت وقفت مع نفسي طب أنا كنت بعمل إيه؟ مخليني محافظ على صلاة الفجر، وإيه اللي بطلت أعمله خلاني تركت صلاة الفجر؟ النوم بصراحة. يعني أنا كنت في الأجازة اللي هو كنت بنفسي بلاقيني بنام متأخر، فأنت اللي هو ربنا فطرك على فطرة معينة، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فأنت هتيجي تعكس الفطرة ديت، فطرتك هتنتكس أصلا وهتلاقيك حياتك مش مظبوطة. والله مهما تنام في النهار ما ملوش أي 30 لازمة نوم النهاردة. بتقوم من النوم بتحس إن أنت جسمك متدغدغ أصلا. ما نمتش، أنا ما نمتش، أنا ما لحقتش أنام حاجة. يعني أنت 10 ساعات ما لحقتش أنام أنا حاجة في يوم، يعني اللي هم 10 ساعات دول مش حاسس إن أنا نمت حاجة، ولكن 4-5 ساعات بس بالليل حرفيا دول بيكونوا بيقوموك كده، بتحس ان انت لا الدنيا تمام انا فايق، وتقدر تكمل عليهم طول اليوم اصلا. يعني انت تقدر في 4-5 ساعات بتوع الليل دول تستمر عليهم طول اليوم اصلا. فاللي هو لما بدأت فعلا ارجع لفطرتي الطبيعية، الحمد لله بقى الواحد بيقدر يوم يصلي الفجر جماعة. وبالمناسبة حتى النهاردة يعني انا الحمد لله بصلي الفجر وبعد جلسة الشروق. الساعة دلوقتي لسه 7 الصبح اصلا. في جلسة الشروق النهاردة دايما متعودين بنقرأ مثلا حديثين من باب رياض الصالحين، وبنقرأ جزء من القرآن يعني. ففي الحديثين بتوع النهاردة حد الشيخ يعني كان ذكر لنا قصة جميلة قوي للإمام أنس تقريبا، يعني تقريبا كان الإمام أنس. فيعني لما حد جاله اشتكاله من الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني الإمام أنس كان تقريبا حد هو يا رب كان هو تقريبا الإمام أنس يعني على حد تذكر يعني. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا الإمام أنس بالبركة يعني في عمره وتقريبا في الذرية وكده أو في المال. فالمهم سيدنا الإمام أنس بن مالك أدرك مين؟ أدرك الحجاج بن يوسف الثقفي. فلما أدرك وجاء الناس بيشتكوا له بقى من الحجاج ومن ظلم الحجاج، فلما الناس اشتكوا له من ظلم الحجاج ده فقال لهم ايه؟ اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده أشر منه. يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها صعبة ديت، اللي مش عارف يشتغل يا ابني ما انت ما تستناش لما الظروف تتعدل، لأن الظروف مش هتتعدل. معنى الحديث كده اللي هو الظروف مش هتتعدل دلوقتي، الظروف ما عمرها هتتظبط خالص على دماغك وعلى مزاجك وعلى زي ما انت عاوز. فاهم الفكرة؟ فاللي هو يعني هو حتى الباب اللي كنا بنقرأ فيه منه اللي هو باب المسارعة إلى الخيرات في كتاب رياض الصالحين. فاللي هو المبادرة إلى الخيرات وفعل الطاعات ده شيء اللي هو ما تستناش إن أنت تبدأ تعمله علشان الظروف تتعدي. يعني مثلا لو واحد مثلا شغال مثلا وما بيصليش، وتيجي تقول له أنت ما بتصليش ليش؟ يعني أنت بس أكون قرشين كده وأوقف العيال على رجله ومش عارفش وأبدأ أصلي. طب بس الظروف تتعدل وأبدأ أصلي. يعني طب أنت ضامن؟ ما أنتش ضامن عمرك عشان الظروف تتعدل، فما تستناش لما الظروف تتعدل. فدي بصراحة اللي هو الشيخ ركزت لنا عليها شوية النهاردة. لو انت واحد من الناس اللي اتفاجئت ان احنا خلاص في شهر شعبان زي حالات اخوك كده وانت لسه تايه مش لاقي قلبك ومش مستعد تدخل رمضان فعلا بالشكل ده، وما انتش جاهز اصلا، ما انتش جاهز. هقولك على كام حلقة بودكاست كده تسمعهم وكام محاضرة للدكتور حازم شومان. بجد انا مجربهم حاليا في الوقت الحالي، لا بجد ليهم تأثير كبير جدا بطريقة مش طبيعية. اول حلقة ممكن تساعدك في ان انت تبدأ فعلا تستعد تبقى جاهز وكده، وهتعرفك شوية معلومات يعني من اجملهم
ان انت مش لازم يكون قلبك حاضر وانت بتشتغل عشان تستعد لرمضان، وان القيمه الاهم بالنسبه للمسلم فينا في الوقت الحالي هو اوراد العباده بتاعتك تكون هي الاولويه، مش ان انت مش لاقي قلبك وانت شغال في التحضير لرمضان. لا، مش شرط انت تبقى لاقي قلبك، لان هو من اسمه قلب يعني كثير التقلب يعني. فانت كل ما عليك ان انت تكون بتستعد فعلا لرمضان. الحلقه ديت هي اول واحده، اللي هي حلقه البودكاست بتاعت الدكتور حازم شومان مع حازم الصديق. يعني بجد حاجه كده اللهم بارك. وكنت سمعت برضو محاضره الدكتور حازم شومان اللي هي وجاء شعبان، هسيب لك اللينك برضو بتاعها في الديسكريبشن. وبرضو في حلقه محاضره تانية اللي هي اسمها برضو تقريبا القواعد الخمسة قبل رمضان، برضو عن شهر شعبان وعن ليلة النصف من شعبان. وكمان في حلقة البودكاست بتاعت برضو الدكتور أحمد عبد المنعم مع برضو حازم الصديق. برضو الحلقتين دول كانوا متصورين السنة اللي فاتت، وبجد يعني كان ليهم أثر بالغ كبير جدا، وما شاء الله لاقوا قبول كبير جدا بين الشباب. فيعني دول الأربع حلقات دول إن شاء الله يفيدوك في الوقت اللي احنا فيه ده، ويساعدوك إن أنت تلاقي قلبك، وإن شاء الله يكون ليهم نفع كبير جدا عليك وعلى قلبك في الفترة اللي احنا فيها، وتقدر تستعد بيهم قبل ما ندخل شهر رمضان إن شاء الله. دلوقتي أنا المفروض عملت تو ليست النهارده بصراحة، وكانت كبيرة شوية، وكان فيها حوالي كام تاسك كده مهمين، ولكن للاسف ما لحقتش اخلصهم بسبب ان انا كنت مفترض بسجل الجدول بتاع الترم الثاني. احنا الدراسه عندنا لسه ما بداتش، الدراسه عندنا لسه هتبدا الاسبوع الجاي، ويعني الحمد لله يعني. ومش بروح كمان اول اسبوع، فاللي هو اول اسبوع ده كمان فري ان شاء الله. فالحمد لله. المهم يعني ما لحقتش اخلص كل التاسكات. انا عامل الساعه لسه يعني الساعه 7:10، ولكن بسبب حوار التسجيل ده بصراحة خد وقت جامد جدا، ما لحقتش اخلص كل التاسكات اللي عليا وكده. ولكن في كام تاسك كده هحاول اشتغل عليهم. يعني القراءة، مثبت قراءة كل يوم نص ساعة، بعد كل يوم اقرأ نص ساعة، فهحاول اقرأ ان شاء الله. وبجد بقرأ حاليا في كتاب الهشاشة النفسية للدكتور اسماعيل عرفة. بجد يعني الكتاب الجميل فيه ان هو بيتناول موضوع النفسية ده من جانب ديني شوية. يعني كل كتب علم النفس وكل الكتب اللي هي بتتكلم في النفسيه والحوارات دي بشوف ان هي بتبقى ايه، يعني تنميه بشريه بحته شويه، وبتتكلم كده اللي هو بطريقه اللي هو ايه، يعني ان انت مفترض تعمل كل حاجه وتحل كل مشاكلك بعيدا عن اي جانب خالص. ولكن دي شايفها ان هي جايبه الكتاب بصراحه كاتب يعني ما شاء الله. هو اصلا يعني ايه دكتور صيدلي وباحث في الالحاد، فاهم الفكره؟ فهو جايبه بصراحه بطريقه كويسه جدا يعني. ان شاء الله بقى نعمل حلقه عن الكتاب ده، فيه شويه مقولات رائعين جدا يعني. حاول نلخصه، ولو كده ممكن نبقى نتكلم عنه في فيديو لوحده ان شاء الله. بس فحاول اقرا واحاول هسمع، بتابع كده شويه، بدخل يعني على اعتاب الدخول لمجال الفريلانس ان شاء الله. فبتابع شويه دلوقتي كده شويه فيديوهات على اليوتيوب كده وبتاع، برضو يعني من باب التطوير للذات. يعني انا وجهه نظري ان الواحد فينا محتاج يمشي في يوم في 3 محاور. المحور الاول هو دينك وعلاقتك بقى في صلاتك مثلا وقرانك وطلبك للعلم الشرعي. ده بند كده كل يوم مفترض في الخطه بتاعتك. البند الثاني كليتك بقى ومذاكرتك والمجال اللي انت فيه تبقى كويس فيه جدا جدا وتطور من نفسك فيه. البند الثالث نفسك وذاتك، اللي هو كان في مقولة دايما ابو زيد بصراحة علق عليها كذا مرة، اللي هو لك ما تخليش الجامعة او دراستك الجامعية تعطلك عن التعليم. فاهم الفكرة؟ اللي هو يعني مش معنى ان انت في كلية مثلا معينة او حاجة ما تخليهاش تاخد كل وقتك، لا بالعكس، حاول يبقى ليك بند ان انت تتعلم مهارات تانية، يبقى ليك السي في بتاعك يبقى قوي شوية يعني. فانا الحمد لله اديني شويه شغال على النقطه ديت. منها حوار اليوتيوب ده، مع ان الفكره بالنسبه لي انا مش ببص على حوار بصراحه يعني حته المشاهدات، انا مش بتشغلني قوي الحمد لله بفضل الله، مش بتشغلني قوي. دايما في بالي يعني انا في بالي ان المكان ده او الفيديوهات ديت ممكن تكون سبب لارشاد حد تايه في اي نقطه، ولو نقطه واحده بس بسيطه في حياته، تحل له مشكله، تحل له حاجه ازمه معينه كده، فاهم؟ تروح عليه ولو 10 دقايق ربع ساعة، فاهم كده؟ وما بيهمنيش عدد المشاهدات. ليه؟ لأن دايما في دماغي الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني هيجي يوم القيامة ويأتي النبي وليس معه أحد،
فانت تخيل دلوقتي مثلا احنا الواحد فينا مثلا ممكن اقل واحد مثلا القنوات الواقعه خالص ممكن اللي هو يشوف الفيديو 100 واحد 200 واحد. يعني انا في فيديو معين كنت 100 واحد بس في القناه، عملت فيديو ما شاء الله دلوقتي اللي هو معدي 80,000 مشاهده. انا عمري كنت اتخيل اوصل للرقم ده خالص اطلاقا بصراحه. كان الموضوع بالنسبه لي اللي هو عادي جدا، ما كنتش اتخيل ابدا ان انا اوصل لرقم زي ده. اصبح القناه فيها حوالي اكتر من 6400 واحد. فاللي هو لا انت في ناس بتسمعك، فانت يعني بجد اللي هو حته بقى انه وياتي النبي وليس معه احد، لا انت ده ممكن يبقى مجال للدعوه بالنسبه لك، ومجال لان ربنا يكرمك وتساعد ناس بالمكان ده. بس فعلشان كده يعني 100 واحد 200 واحد 10 20 واحد قدروا يسمعوك او بيسمعوا لك وكده، فانت لا مطالب ان انت تحاول تدي لهم حاجه كويسه، تقدم محتوى كويس، تقدم معلومات تفيد حد وهكذا، كتب بقى معينه مثلا، محاضرات معينه مثلا تساعد الناس وهكذا. وده بيساعدك اصلا ان انت تطور ذاتك، ده بيساعدك اصلا ان انت بتطور ذاتك. بس فاهو حاول كده نكمل اي كام تاسك كده من الباقيين دول ان شاء الله، ونشوف الدنيا تمشي معانا ازاي، ونراكم ان شاء الله كده في نهايه اليوم، اشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي ما يحصلش، وكده ممكن اجيب لكم ان شاء الله يعني. يلا بينا. الساعة دلوقتي خلاص 10:30 بالظبط، وانا يعتبر كده خلاص بفنش في اليوم الحمد لله. فاهو كان يوم لطيف جميل الحمد لله. سجلنا فيه بلوك، والله ما حد عارف هو كويس ولا وحش، بس يعني هو نصيبنا والحمد لله في الجدول بتاع الكلية يعني. وخلاص كتبت التاسكات بتاعت بكرة ان شاء الله. وكان اديل بجد كام يوم كده اللي هو تايه قوي في حوار التاسكات ده بسبب اني ما كنتش بكتب، ولكن يعني ده تالت يوم الحمد لله اواظب فيه على الكتابة، وبقيت بكتب، ما بقتش بستنى لما اصحى تاني الصبح، لا بقيت بكتب قبل ما انام، بقيت بحضر كل يوم قبل ما انام انا بكره المفترض هعمل ازاي. وما تنساش دايما المقولة اللي بتقول لك خطط ليومك، عشان لو مش بتخطط ليومك يومك هيخطط لك. واهو بنحاول ان احنا نعمل اي حاجة مفيدة، نحاول ننتج في يومنا اي حاجة، بنحاول نخلي حياتنا معنا بالرغم من كل الآثار اللي حواليك، وبالرغم من كل الظروف. فما تستناش لما الدنيا تتعدل، ما تستناش لما الدنيا تتظبط، لا صحح من نفسك وصحح من حياتك. وما تستناش مثلا لما الظروف تبقى على مزاجك، لأن ده غالبا ما بيحصلش، ومفيش حد بينجح في حياته بتكون الظروف مثالية. مفيش حد بينجح في حياته الظروف بالنسبة له تكون أحسن حاجة، بالعكس دايما بنسمع عن الناس اللي بتكون نجحت في حياتها مثلا وقدرت تحقق حاجات معينة، إنه في البداية كان في تخبطات، في البداية كان في ضربات كتير جدا في حياتهم. فدي طبيعة الحال يعني. فالحمد لله على كل حال. مطلوب منك إن أنت تشتغل في كل الظروف، مطلوب منك إن أنت تشتغل في أسوأ الظروف بس. وأراك في فيديوهات تانية جاية إن كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.